مر إبراهيم بن أدهم على رجل مهموم فقال له: إني سائلك عن ثلاثة فأجبني. قال: أيجري في هذا الكون شيء لا يريده الله؟ قال: لا. قال: أينقص من رزقك شيء كتبه الله؟ قال: لا. قال: أينقص من أجلك لحظة قدرها الله؟ قال: لا. قال: فعلام الهم إذن؟ اعلم أيها الإنسان أن الدنيا اختبار وامتحان، قد يبتليك الله بضيق سعتك أو بنقص معيشتك، فاستقبل ذلك بصبر ورضا، وكن عن همومك معرضا، كن عن همومك معرضا، وكل الأمور إلى القضاء، وانعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى، فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضاء، ولرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا. كن مطمئن الصدر بأن ما أصابك من خير أو شر أمر سبق تقديره ومحال تغييره، فلا يستفزك الجزع ولا يستخفك الطمع، بل اطمئن لقول الله العلي الكبير: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. وإذا اشتدت عليك بليتك وقست عليك مصيبتك وعظم مع ذلك بالله رجاؤك وقوي عليه توكلك، فأبشر والله بالفرج فإنه قريب. دع المقادير تجري في أعنتها ولا تنامن إلا خالي البال، ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. كن على يقين بأن البلاء سيرتفع، وأن المصيبة ستنجلي، وأن الهم سينفرج، وأن الكرب سينكشف. كم فرج بعد إياس قد أتى، وكم سرور قد أتى بعد الأسى. من يحسن الظن بذي العرش جنى حلو الجنى الرائق من شوك السفاء. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولن يغلب عسر يسرين، وأعظم العبادة انتظار الفرج، والفرج لا يرجى إلا ممن بيده مفاتيح الفرج. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الصانع الله. وإن بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. فيا الله يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاس العظام لحما بعد الموت، فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين، وارفع البلاء عن المبتلين واجبر مصاب المكلومين.